اتهموها بحرق القرآن دون أي دليل، رجموها بالحجارة وضربوها بعصا خشبية وهم يصرخون بوجهها، عذبوها أسوأ عذاب وفي الأخير حرقوها. فرخندة مالك زادة، فتاة من أفغانستان تبلغ من العمر 27 عاما، وهي من أسرة مكونة من أم وأب و8 إخوة ذكور، وكان معظم أفراد أسرتها متخرجين من الجامعات لأن عائلتها مهتمة بالدراسة على عكس أغلب العائلات الأفغانية. كانت لا تزال تدرس لتصبح معلمة دين لتحفظ القرآن للنساء ومهتمة بدراسة الدين الإسلامي، وكانت أيضا حافظة لكتاب الله. في أحد الأيام ذهبت مع أسرتها إلى مسجد شهد شمشير للصلاة، وكان بجانب المسجد ضريح ملاصق معه. انتبهت فرخندة إلى رجال يبيعون أحجبة وتمائم يزعمون أنها تساعد في حل المشكلات مثل عدم الإنجاب وتحسين الصحة وإعادة الغائب، فتجارتهم غرضها مادي فقط، غير أنهم يجهلون القراءة والكتابة ولا يتمتعون بأي قدر من التعليم الديني. ويمكن أن نقول أنهم فقط دجالين يريدون المال بالنصب على الناس. لم تستطع فرخندة قول أي شيء لهم أمام عائلتها، لذلك قررت أن تأتي مرة أخرى لتنصح النساء بأن هذا شرك بالله. بعد أيام عادت إلى الضريح وبدأت بنصح أولئك الدجالين الذين يبيعون التمائم والحجابات، ومن بينهم شخص يدعى زين الدين، كان عجوزا ذو لحية بيضاء. للوهلة الأولى قد تنخدع بمظهره وتظنه أحد رجال الدين، لكن وراء تلك البراءة شيطان يفعل أي شيء لأجل المال. خرجت فرخندة من الضريح وبدأت بنصح النساء بعدم اشتراء هذه التمائم لأنها كفر بالله، فانتبه إليها زين الدين وشعر بالخطر منها لأن أغلب زبائنه من النساء. غادرت الضريح راجعة إلى منزل أهلها مواعدة نفسها بالعودة مجددا. في اليوم 19 من شهر مارس سنة 2015 ذهبت فرخندة إلى مسجد شهد شمشير للصلاة وتوعية النساء في نفس الوقت، وعند خروجها من المسجد رأت بجانب الضريح نفس الشخص يبيع التمائم وأحجبة مدعيا أنها تجلب البركة، إنه نفس العجوز زين الدين. ذهبت إليه وهي غاضبة وبدأت بالصراخ عليه أن يتوقف عن بيع مثل هذه الخزعبلات للنساء، لكنه لم يسمع لها واستمر في بيع تلك الأشياء لأصحاب العقول الضعيفة، بل وهددها بتركه يفعل ما يريد كي تسلم من شره. لكنها لم تغادر هذه المرة ولم تستمع لكلامه، بل وقفت وبدأت تتكلم مع النساء اللواتي يشترين عنده وتحذرهن عن أضرار مثل هذه الأشياء وأنها شرك وكفر بالله. غضب زين الدين وقرر هذه المرة أن يتخلص منها دون وضع يده عليها. أشعل بعض الأوراق بينما هي منشغلة بالتحدث مع النساء غافلة عما يفعله الشيطان. بدأ بالصراخ أن هناك فتاة حرقت القرآن، وسرعان ما بدأ الرجال يجتمعون حوله وهو يصرخ مدعيا أنه رأى فرخندة تحرق القرآن. لم يمضي سوى دقائق حتى بدأت حشود من الرجال يجتمعون حولها ويصرخون عليها بالكافرة والسيئة. كانت تدافع عن نفسها وتقول لهم أنها لم تفعل شيئا، لكن الرجال في أفغانستان لا يعطون حقا للمرأة أن تدافع عن نفسها وفضلوا تصديق الشيطان زين الدين. فجأة تطور الأمر وبدأوا بضربها ونزع الحجاب عنها. حضر بعض رجال الشرطة وبدأوا بتهدئة الأوضاع كي لا تزداد سوءا، لكن أولئك الوحوش البشرية لم تكتفي بهذا وبدأوا بجرها وسط حشود كبيرة من الرجال الغاضبين. قاموا بركلها وضربها، ثم أخذوا عصا خشبية وحديدية وبدأوا بضربها بأقصى قوتهم. تخيلوا فتاة مثلها وسط وحوش بشرية لا رحمة في قلبهم. حاول بعض من رجال الشرطة مساعدتها على تسلق سقف أحد المحلات هناك، لكن سرعان ما بدأوا بضربها بعصا خشبية إلى أن سقطت من السقف إلى الأرض. بعد كل هذا أخذها أحدهم وبدأ بربطها مع سيارته وجرها ما يقارب 300 متر، ثم دهسها عدة مرات بالسيارة. رموها في النهر وقاموا بإشعال النيران عليها، وعندما لم تستطع النيران الإمساك بها بسبب الدماء التي تغطي جسدها نزعوا عمائمهم وبعضا من ثيابهم ورموها عليها، ثم أضرموا النار وهم يصرخون بفرح كأنهم قاموا بتحقيق انتصار، لكنهم لا يعلمون أنهم أخذوا أعظم ذنب عند الله، وهو قتل نفس بريئة وطيبة ومتدينة.
قبل أن تعرف الأسرة نبأ وفاة ابنتهم استدعتهم الشرطة وأخبرتهم بأن ابنتهم متهمة بحرق نسخة من القرآن، وبسبب ذلك قتلها حماة الدين كما يدعون، ومن الأفضل لهم أن يدعوا أنها مريضة عقليا كي تهدأ الأوضاع ولا يهجموا عليهم. ليس هذا فقط، بل طلبوا منهم مغادرة أفغانستان كي يكونوا بأمان أكثر. لم تصدق العائلة ما قيل عن ابنتهم، وأخبروا الشرطة أن ابنتهم مدرسة دين، فكيف لها أن تحرق القرآن؟ خرجوا من مركز الشرطة وهم لا يعلمون من فعل هذا بابنتهم. وفي اليوم 22 من شهر مارس، أي بعد يومين من قتلها، قامت النساء على غير المعروف على نساء أفغانستان بحمل نعش فرخندة إلى المقابر ودفنها، وانطلقت المظاهرات تجوب كابول ومدنا أفغانية تطالب بالعدالة، وهم يرتدون أقنعة عليها وجه فرخندة، ومنهم من طلى وجهه بالأحمر ليشبهها في صورها قبل لحظات من موتها. تلك المظاهرات التي لم تتوقف في كابول عاصمة أفغانستان، بل امتدت إلى عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا. وبسبب هذا بدأت التحقيقات في القضية، وأكدوا لهم بعض النساء أنها لم تحرق القرآن بل كانت واقفة معهم، حتى فجأة بدأ العجوز زين الدين بالصراخ أنها حرقت القرآن. وبسبب الفيديوهات التي تم تصويرها حينما كانت تقتل، تم إلقاء القبض على 49 شخصا فقط، رغم أنهم كانوا أكثر من ذلك، وهناك أشخاص كانوا في الفيديو لم يتم القبض عليهم. وتم توقيف 13 شرطيا عن العمل بسبب عدم مساعدتها، بل كانوا ينظرون إليها تضرب أمامهم، وتم تبرئة 8 شرطيا ممن قدموا لها المساعدة. وفي 5 من شهر مايو سنة 2015، وبعد 4 أيام فقط من نظر القاضي صفي الله مجددي للقضية، حكم على 4 رجال من المعتدين بالإعدام، ومن بينهم زين الدين كمحرض على الجريمة، أما الثاني قام بدهسها بسيارته، والثالث كان يحمل حجرا كبيرا ويضربها به على رأسها، والأخير كان شرطيا مشاركا أيضا في ضربها حتى الموت. وبكل فخر كتب على صفحته بإحدى المواقع أنه شارك بقتلها، وقد حكم على 8 رجال منهم بالسجن 16 عاما، وبرأ الباقي من التهمة. لم يكن هذا الحكم عادلا بالنسبة لعائلة الضحية فرخندة، لأن المشاركين بقتل ابنتهم يجب الحكم عليهم جميعا بالإعدام. استأنف المجرمون ال4 الحكم، فكان قرار المحكمة هذه المرة صادما لعائلة الضحية فرخندة، لأن محكمة الاستئناف ألغت عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم، وبدلا من الإعدام حكم على 3 بالسجن 20 عاما، وحكم على الرابع بالسجن 10 سنوات لأنه زور تاريخ ميلاده ليكون قاصرا. والغريب أن الحكم صدر في جلسة مغلقة وسرية على عكس المحاكمة الأولى، ورغم أن هناك أدلة دامغة من خلال لقطات الفيديو وشهادة الشهود تؤيد الأحكام السابقة بحق هؤلاء الرجال، إلا أن الحكم لم يتغير. بعد الحكم غادرت عائلة الضحية فرخندة أفغانستان، لأنهم خافوا على حياة أولادهم من عائلات المجرمين المحكوم عليهم. حياة النساء في أفغانستان ليست سهلة على الإطلاق، فحتى لو تعرضن للتحرش والاغتصاب ليس هناك قانون يحميهن من أولئك الوحوش البشرية، وستظل هي الملامة حتى لو كانت ضحية. إذا وصلتم إلى هنا لا تنسوا دعمنا كما العادة بالإعجاب والاشتراك، وترك تعليق لنا عن هذه القضية.